اذا اخواني، غادي نبداو باحد الفيديوهات ديال واحد الصحفي اسمه حسن مولوع، واللي كان طرح بزاف ديال التساؤلات وعلاقة دنيا باطمة بحمزة مومبيبي والنقيب بوعشرين. النقيب بوعشرين هو اللغز في هذا الملف، خاصة أنه من اللي صرح أن مسؤولين وشخصيات عربية وبعد إلحاح كبير هما اللي طلبوا منه يدافع على دنيا باطمة. طبيعة الحال الدفاع على دنيا باطمة حسب ما كيقول الصحفي هو ليس النقيب ماشي كان كيدافع على دنيا باطمة إخواني أخواتي، وإنما كان يدافع عن من وراء باطمة. حسب الصحفي غنعطيكم فيديو باش تسمعوا، ومن بعد غنديروا تحليل وشوية غادي نرجعوا. والدول العربية، مجموعة من الدول العربية، مجموعة من المسؤولين اتصلوا بي وكلفوا المسؤولين اتصلوا بي وكلفوني بها. صحيح أنني تحفظت في البداية نسبيا، لأنني أنا ما متعودش كنوب أمثلتي، ولكن تحت إلحاح ديال مجموعة ديال الإخوان العرب احترمهم وما زلت كنحترمهم، لبيت الدعوة ودخلت. طلعت على الملف، طلبت مهلة للطلاع على الملف، فعلا طلعت على الملف تبين لي كاين مجموعة ديال الثغرات. تبين للنقيب عبد اللطيف بوعشرين مجموعة من الثغرات القانونية في ملف دنيا باطمة المتابعة فيما أصبح يعرف إعلاميا بقضية حمزة مومبيبي. هكذا صرح لي أحد المواقع الإلكترونية، وهذا التصريح خلق ضجة كبيرة عند رواد مواقع التواصل الاجتماعي. وبصفته المهنية غادي يدير المجهود ديالو، إما يطلع دنيا باطمة براءة هي والأخت ديالها، أو يلتمس لهم ظروف التخفيف، وممكن كاع بالحنكة والدهاء ديالو يتقدم بدفع شكلي في الجلسة والقول بسقوط المتابعة كيف ما كتنص المادة 751 من قانون المسطرة الجنائية، اللي تيقول النص ديالها: كل إجراء يأمر به هذا القانون ولم يثبت إنجازه على الوجه القانوني يعد كأنه لم ينجز. هذا الدفع ممكن يتعلق بخرق سرية الأبحاث اللي من الواجب أنها تكون مشمولة بالسرية، وهذا الخرق طبعا تيتعارض مع مقتضيات المادة 15 من قانون المسطرة الجنائية، اللي تقول: تكون المسطرة التي تجرى أثناء البحث والتحقيق سرية. كل شخص يساهم في إجراء هذه المسطرة ملزم بكتمان السر المهني ضمن الشروط وتحت طائلة العقوبات المقررة في القانون الجنائي. وكيف ما كتعرفوا أن بعض الأخبار راجت في بعض المواقع الإلكترونية أثناء التحقيق مع دنيا باطمة، واللي يمكن يعتبرها النقيب خرقا لسرية البحث ويستند عليها أمام المحكمة. ممكن الرأي العام يتوقع من النقيب بوعشرين أي حاجة، المهم أنه يربح القضية كيف ما تم الاتفاق عليه. والاتفاق ممكن يكون غالبا بحصر القضية في نقطة معينة باش ما تكبرش بزاف وتظهر قضايا أخرى متفرعة عن القضية الجوهرية. في هذه الحالة ممكن تسقط رؤوس كبيرة سواء على المستوى الداخلي ولا الخارجي. ولهذا السبب تنشوفوا النقيب بوعشرين مندفع بواحد الشكل غريب خلاه في مواجهة مع الرأي العام اللي متبع هذه القضية، بل اللي متبع حساب حمزة مومبيبي من وقت الإنشاء ديالو. هذا الاندفاع طبعا وهذا الحماس كامل ماشي دفاعا عن دنيا باطمة كشخص، بل دفاعا عن أشخاص خايفين أن القضية تكبر ودنيا تهدر. وماشي بعيد أن هاد الأشخاص هما اللي تيأديو الأتعاب ديال النقيب السابق. ولكن اللي غاب عن 26 أن هذا الملف هو ماشي مجرد ملف عادي، خصوصا وأن التاريخ والمكانة ديالو ما كتسمحش ليه بالقفز على النقط السوداء ويمسك ببعض الخيوط البيضاء ضمانا لحرية الأشخاص. وهذه الحرية طبعا تجي في إطار تضليل العدالة اللي غادي تحكم بناء على ما يروج أمامها في الجلسات والاستناد إلى محاضر إذا قبل ما نكملوا الفيديو، هنا حسن مولوع تكلم على مجموعة من النقاط. النقيب بوعشرين أولا ادعى واعترف بأن مسؤولين في الدول العربية هم اللي طلبوا منه، وبعد إلحاح، سطروا لي بعد إلحاح، خاصو يدافع على دنيا باطمة. يعني اختيار النقيب كمحامي دنيا باطمة ما تمش من طرف عائلة دنيا باطمة، ومن طرف مسؤولين كبار أو مسؤولين في دول عربية وخاصة الخليج. هذه نقطة. ثاني حاجة، هادشي كامل هاد النقاط اللي غنعطيكم في الاخر غادي نربطوها بسبب الوفاة او الغموض اللي عنده في الوفاة نتاعو. اضافة، هو اول تصريح قالوا تكلم على ثغرات. ما معنى الثغرات اخواني اخواتي؟ الثغرة يعني بوعشرين
ماشي كيدافع على باطمة حيتاش هو مقتنع ببراءة باطمة، لا، هو كان تيقلب على شي ثغرة قانونية اللي ما طبقوهاش عناصر الفرقة الوطنية او ما طبقتهاش النيابة العامة في المتابعة نتاعها ديال باطمة، وبالتالي يحكم ببطلان المحاضر. وملي كيكون يعني بطلان المحاضر يعني كنلغيو الأدلة بصفة نهائية، وديك الساعة باطمة إما غتعاود فتح تحقيق جديد بما يناسب البراءة نتاعها، وإما غادي يعطيوها البراءة. هذا ما يسمى بالثغرات، وهو دفع شكلي. نعطيكم مثال. كيقول النص مثلا أن المادة 66 أن العناصر تاع الفرقة الوطنية ولا بد من كيجي عندهم شي متهم باش يصندقوه خصو يخبروه بالحقوق نتاعهم. الفصل 66، وهو أنه حقه يلتزم الصمت، وأنه حقه ما يتكلمش، وأنه من حقه حتى يجي محامي، وأنه مثال. هذا غير مثال. في حالة أن هذا السطر هذا أو هذا الفصل ما تطبقش، لأن في المحضر خصو يكون مكتوب وعرضنا عليه حقوقه، يعني ملي كيكتبوا المحضر تاع المتهم خصو يذكر تما الضابط على أن بالفعل. دونك في حالة أن هذا ما كانش، هذا يسمى بحال كثغرة، هذه تسمى ثغرة. بحال هاد الثغرة ملي غيوصلوا للمحكمة غينوض النقيب بوكشري مثلا غيدفع يدير دافع شكلي ببطلان المحاضر لأنه ما تمش احترام القانون في الاستماع إلى المتهم، وبالتالي يحكم ببطلان دوك المحاضر التي أنجزتهم عناصر الفرقة الوطنية. فهمتوا؟ هذا غير مثال بسيط. دونك هو تيقلب، شوف الوكيل العام أو وكيل الملك نتاع مراكش ما طبقش شي قانون، خلق شي مسطرة أو ارتكب شي خطأ باش يجيب البراءة الباطمة أو يخففها. ثاني حاجة قال لك استخدام أو تنصيب الناقب بوعشرين كان لهدف آخر، وهو أنه يتم حصر الأسماء. ما معنى حصر الأسماء؟ القضية ما تكبرش، يبقاو غير هادو اللي تم تقديمهم للمحكمة في هاد 12 عنصر وتوقف. لأنه إلا مشاو عمقوا مع دنيا باطمة، ودنيا باطمة ديك الساعة مشات تقرقر وتجبد الناس اللي كانت كتشتغل ربما لصالحهم، ربما الجهات اللي كانت كتدفعها، ربما شكون كيمولها، غادي تجبدوا هاد الرؤوس. لذلك فالنقيب بوعشرين او ربما قاموا بطمأنة باطمة في المحاكمة نتاعها انها خصها تسكت ما تتكلمش، وانها الا تتكلم ربما غتغرق هي اكثر، فاللهم تخفف ولا تغرق. وهل هناك تطمينات لدنيا باطمة على انه ملي جبنا النقيب بوعشرين دافع عليك عندها علامة او دلالة خاصة؟ كذلك من كان يؤدي اتعاب النقيب؟ شكون اللي كان تيخلص النقيب؟ هل باطمة بالفعل أم شخص آخر، أي طرف آخر هو اللي كان يؤدي أتعاب ديال النقيب بوعشرين؟ دونك هنا النقيب بوعشرين يعني يعتبر الصندوق الأسود لهذا الملف ديال حمزة مومبيبي. وحتى الطريقة باش كان كيدافع، والطريقة باش كان كيتقلق، والطريقة باش كان يدافع على باطمة، الصحفي تيقول لنا هنا أنه ما كانش كيدافع على باطمة، كان يدافع عن من وراء دنيا باطمة، كان يدافع ربما عن محرض دنيا باطمة، كان يدافع عن حمزة مومبيبي الحقيقي. سؤال: واش النقيب بهذه السذاجة هذه يخرج يقولها الإعلام؟ واش النقيب زلة لسان؟ واش مجموعة؟ علاش صرح النقيب بهذا الشيء هذا؟ وعلاش تكلم على ثغرات؟ علاش مثلا ما قالش هو النقيب كما نقول لكم هنا جا سيريو، جا قال الحقيقة. وهذه الهضره اللي قالها ما يقدرش يقولها محامي اخر، لان محامي اخر يقول انا مقتنع بالبراءه نتاعها، وبل لي ان هناك مجموعه من التناقضات، وانه بل لي ان هناك تناقضات نتاع المطالبين بالحق المدني، وان الفرقه الوطنيه غيكون في هذا الاتجاه.
وان الفرقه الوطنيه كانت اخطات ولكن ما يقولش انني كنقلب على الثغرات. يعني اش تيقول؟ ما وجه السيد كيقول لهم ملي كنقول لكم انا ثغرات، وكانه كيعترف بان باطمه مدانه يعني مخطئه، ولكن انا غادي نخرجها بطريقتي، غنخرجها بطريقتي. وهذا الشيء اللي تيقولوا القانون، تقولوا كتاب مسطره الجنائيه تيقول. اضافه، شكون اللي كان كيأدي الاتعاب ديال النقيب؟ وحنا سمعت ان عائله تاع النقيب داعيه دنيا باطمه لانها ما اداتش ليه الاتعاب. سمعنا. واش ملي توفى قالوا هذا توفى الله يرحمه ما كان لاش نعطيوه الرزق؟ واش شنو؟ محامي الادريسي معروف محامي بهيئه البيضاء دعا دنيا باطمه حيتاش ما خلصاتوش، وسمعت انه تحكم لصالحه باش باطمه تأدي له 50 مليون او 60 مليون سنتيم، لان كانوا لانه ناب عليها عده قضايا ودار عده شكايات، ومن بعد ما بغاوش يخلصوه. ما معنى هذا؟ معنى ان باطمه ما عندهاش، لان كما قلت لكم باطمه من كورونا لهنا او في اليامات بعد كورونا السيده صافي داكشي اللي كان عندها كلاتو، ما بقى عندها ما تخسر. اضافه كاين واحد القضيه اخرى، واش هاد المعطيات اللي قالهم هاد السيد هذا عندهم علاقه بوفاه النقيب بوعشرين؟ واش كما يقال انه مات متسمما، يعني ربما هناك اغتيال او تصفيه، هو تصفيه لاسرار؟ هل هي كانت تصفيه لاسرار؟ لان حتى الموتة ديالو ما نقولوش جات بغته، ما نقولوش انه الموت هذا يعني اي واحد ممكن يتعرض، ولكن من تيخرج واحد سميتو خربوش اعتقد وتيقول وتيصرح بانه مات متسمما، وواحد الشخص اخر تيقول على انه غير والبارح هضر معايا وتواصلنا انا وياه وقال لي وقلت له، وكان باغي يصحح بعض الامور. ملي كنقولوا يصحح بعض الامور يعني واش بغى يفرش؟ شنو بغى يصحح؟ شنو بغى يصحح؟ لان النقيب هذه هي غلطة العمر، غلطة العمر اللي دارها النقيب بوعشرين هو ملي سد هذا الملف. والسؤال علاش غير النقيب بالضبط مشاو عنده؟ كان بامكانهم يديروا حتى 10 محامين لدنيا باطمه، ولكن خلاو النقيب بوحدو، خلاو النقيب لوحده. وما طبيعة الحال مشاو النقيب لانه اسد المحاكم وانه رجل يقعد له، ما كنتكلموش على رجل هين. والنقيب بوعشرين باش يدافع عليك راه كيدافع بأتعاب كبيرة، راه ماشي محامي عادي. من انا غنجيب نقيب العربي يدافع عليا ماشي باش نجيب محامي بهيئة البيضاء، لا ليست كيف. هناك اختلاف واختلاف ما بين الارض والسماء. نخليكم مع هذا الفيديو نكملوا. الوطنية على سبيل الاستئناس، هادشي لا ما طعنش فيهم. القضية هي قضية كرامة نساء مغربيات وسيئة للكرامة ديالهم. القضية هي قضية تشهير استهدفت كرامة المرأة المغربية. والسؤال الآن موجه لكل هيئة دفاع المغنية باطمة، واش إلا تعرضات بنتك أو شي وحدة من عائلتك في هذاك الحساب المشؤوم للتشهير والمس بسمعتها وبيتها، غادي تكون عندكم نفس الحماس في الدفاع، أم أنكم غادي توقفوا موقف الحياد وتبحثوا على الحقيقة؟ حقيقة شكون هو المسير الرئيسي لهذا الحساب؟ حساب حمزة مومبيبي اللي تحول لقضية رأي عام وطني وعربي. باش النقيب بوعشرين تكون عنده الصورة واضحة ويتعامل مع حساب حمزة مومبيبي كقضية وماشي مجرد ملف يبحث فيه عن الثغرات لإنقاذ المغنية باطمة اللي من الأكيد أنه ما عمره. سؤال كذلك آخر، النقيب دار عشرات الشكايات بمختلف اليوتيوبر اللي تكلموا عليه او استهدفوه، ولكن علاش ما دارش الشكايه بهذا الصحفي اللي كيمعني او كيتهموا؟ نقولش حنا اتهام، ولكن يوحي ان السيد ما كيدافعش على دنيا باطمه، كيدافع على ناس ما وراء دنيا باطمه.
هذا ما رفعش به شكاية، وهذا صحفي، وهذا الصحفي هو هذا، هذا حسن مولوع هو اللي طرح هاد الأسئلة هذه. كذلك تكلم على أن السيد شكون كيأدي الثمن تاعو، لأن إلا عرفنا شكون تيخلص ب20 غادي نعرفوا نصف الحقيقة. اللي كيخلص الناقب ب20 وكنعرفوا أن السلطنة خرجت تكلمات على أن شخص يوجد في البرازيل هو الذي كان يخلص المحامين تاع الدفاع ديال هاد المتهمين بأكملهم. دونك شنو علاقة هاد عثمان العلوي بالقضية في حالة أن هذه الرواية كانت صحيحة؟ باطمة كما قلت لكم كانت مجرد كركوز، هي مجرد إنسانة مع كامل احتراماتي. الناس اللي كيكبروا في باطمة وكيكبروا فيها وزعما خطير، لا لا لا، السيدة فقط واحد الإنسانة نكرة، نكرة استعملت نظرا لسذاجتها. السيدة كانت متعطشة للشهرة، متعطشة لأنها فيها مرض نتاع الأنا، وغيستافدوا من ذاك المرض النفسي اللي عندها، حيت هي كتحسب راسها هي الملكة، وأن بصفتها ملكة يعني خصها دير أي حاجة سحرا وشعوذة وبخورا من أجل إقصاء الآخرين. نجيبوا السمو بالبشير الصديق ديالها الحميم واللي كيقول لها انت هي النمبر وان وانت هي سيدة العرب. التصريح اللي خرج من بعد في الكتاب ديالو المعروف تكلم عن السحر والشعوذة إلى غير ذلك. يعني يمكن تكلموا على السحر والشعوذة يعني التسمم. دابا هذا في الأصل مثلا نقيب ب20 كان عنده كان عنده مشكل، كان عنده مشكل في الكبدة، وكان يقال أنه عايش ب4 كبدة، يعني عنده مشكل كبدة. كان جيبوا السمو البشير كيقول لك كان يوكلوا الدجاج، أواه كيجي السمو البشير كيقول لك كيوكلوا الدجاج للناس عن طريق التوكال. كنجيو كذلك نشوفوا هذا المسمى خربوش او هذا المسمى اللي خرج تيقول ان السيد مات بتسمم. النقيب يقول انه تكليفه من خارج المغرب من دول عربية مسؤولين، وقال مسؤولين هكا، قال مسؤولين في دول عربية، وفي رواية أخرى قال وقيل حتى الخليج، وباطمة كانت تعمر في الخليج. يعني واش كان هناك صراع مخابراتي ما بين المغرب اللي قرر إنهاء؟ غالبا المخابرات الإماراتية هي اللي كان عندها مشكل مع المغرب وكانت تحاول استهداف الأمن تاع المغرب. المخابرات الإماراتية أو ما يسمى بشيطان العرب كان عنده مشكل في المغرب، كان كيستهدف النظام الملكي بطريقة غير مباشرة، لأن المغرب دولة ذات سيادة، وهذا الخليج هاد الشبه دويليات كانوا كيحلموا بأنهم سيسيرون المغرب كما كيسيروا دابا في مصر، كيحسبهم المغرب هو مصر، كيحسبهم أن النظام الملكي في المغرب كان النظام ديال السيسي. يعني سير الشاشة رارة وتنساو بأن المغرب له الفضل في تكوين دولة الإمارات في الأصل. الحسن الثاني هو اللي يضمن الإمارات. الإمارات ما كانتش غتعترف بها الأمم المتحدة لأن ما كانش عندها مقومات دولة، وملي وقع لهم مشكل مع قطر كان كيحسبهم المغرب غيصطف إلى جانبهم وغيمشيو في ديك السياسة الخاوية اللي مشاو فيها، ونساو أن المغرب دولة عندها مصالح. دونك باطمة في هاد اللعبة هنا اش كانت كدير؟ واش باطمة تجاوزت بعض الخطوط؟ واش معلومات ان ملي غيتم المغرب ملي بغى ينهي يحبس هاد المهزلة هادي؟ كانت المخابرات المغربية اكيد انها دارت تقارير الى الجهات وحذرات من هاد اللوبي ديال مومبيبي، اكيد. راه القضية ملي كنديروها بشكل دائري يعني كيكون هناك عدة فرضيات وعدة تساؤلات. كنقول لكم السي النقيب ها شنو تيقول، نمشيو شكون صاحب التمويل،
خرجت السلطانة وعطت تصريح أو تسريب مكالمة هاتفية بينها وبين واحد السيدة. ملي كنجيو السيد كان عايش بكبدة، يعني السيد أصلا كان مريضا، شوية كنسمعوا أنه كان ياكل، كان كيوكلوه بالسحور تيدغجوه، وتحفة خرج بهذه المعطيات، واتهم هلوك بأنه هو اللي كان كيوكل بوعشرين. زادوا تكلموا على واحد الفيلا كاينة بمراكش، وقال على أن النقيب كان كيمشي ليها، واش كيرتاح فيها واش الله أعلم. يعني واش كانت تخصص ديك الفيلا ملي كيمشي لمراكش باش كيدافع على دنيا باطمة، وديك الساعة باش كيرتاح فيها أو كياخد النفس نتاعو. يعني كانوا، وباش يتم تخصيص فيلا للنقيب باش ياخد جلسة أو جلستين، لأن كتعرفوا باش يمشي يدافع راه تيمشي نهار قبل، تيمشي كيحاول يرتاح باش الغد يستعد للمحاكمة. وفي ديك الفيلا يعني، ولكن هذا محمود هرواك، هذا الصحفي اللي حاليا معتقل ومحكوم بالسجن، هذا السيد هذا هو أولا أعتقد ليس صحفيا، لأنه لو كان صحفيا لكان توبع بقانون النشر والصحافة، وما غاش يتم اعتقاله بسبب أنه أهان ذاك البيان اللي كان داروا الوكيل العام بمحكمة البيضاء ملي خرج كيتوعد الناس اللي كينشروا الأباطيل وكينشروا الادعاءات وكيستهدفوا بعض الشخصيات على خلفية قضية إسكوبار الصحراء. إذن إخواني أخواتي، هنا علامة استفهام، وكاين بزاف ديال التساؤلات، وكاين بزاف ديال الغموض. دونك إذا سمم الرجل، يعني هذا يسمى اغتيال. شنو هما دوافع الاغتيال؟ واش كما خرجينا أحد أقارب ديالو واش سميتو خربوش أو الله أعلم، قال أن السيد كان باغي يصلح داكشي اللي خطأ فيه. السيد كان يتمنى أنه يخف. ما معنى يخف؟ يعني يولي مزيان. ملي كان مريض كان باغي يولي مزيان، وكان يتمنى غير يزيد غير شوية باش يصحح. شنو غيصحح؟ شنو غيقاد؟ شنو هما الأخطاء؟ واش كان غيصرح؟ واش كان غينسحب من الملف؟ واش كان غيخلي شي حاجة؟ والطرف الآخر ربما سمع على أن السيد غيفرش كل شيء، مشاو تخلصوا منه، الله أعلم. لحد الساعة الوفاة فيها علامة استفهام، فيها تصريحات أنه لو كان تم تحقيق، يعني لو كان غير تم تحقيق واستدعوا هذا المسمى خربوش أو اسمه الله أعلم، وقالوا له أعطينا هادشي اللي كتقول، حيت السيد كان كيقول كنت كنتواصل، أعطينا واش عندك ميساجات في الواتساب، واش عندك مكالمات، اش عندك. وإلا كانوا مكالمات وخا حتى ما كانوش يرجعوا يمشي يجيبوهم، كاين الطرق القانونية باش يجيبوا المكالمات، لأن القضية في الأخير هناك قضية أو شبهة قتل، شبهة جريمة جنائية، العقوبة نتاعها كتوصل حتى للمؤبد والإعدام. زائد حنا كنتكلموا على شخصية كبيرة، ما كنتكلموش على شخص عادي، كنتكلموا على نقيب معروف، على أسد المحاكم. دونك أسئلة: من وراء اغتيال؟ في حالة إذا كان بالفعل هذه الرواية صحيحة، شكون هاد الجهة اللي كانت كتخلص ب20؟ علاش كانوا باغيين يحصروا الملف غير في هؤلاء، في هاد 10 ولا 12 المعتقل؟ إذن تنفهموا على أنه ربما كاينين ناس آخرين ما بغينش يتجبدوا. طبيعة الحال هذا اللي غيمول محامي راه ماشي غيخلطوا يمول دنيا باطمة أو يمول المحامين نتاع باقي المتهمين إلا في غاية في نفس يعقوب، أو إلا الله أعلم. كل هذه الأمور تحيلنا على الشك، أن القضية فيها الشك. وبما أنه يوجد شك يعني يوجد شبهة، وحيت يوجد شبهة خاص يتفتح تحقيق، خاص يتفتح تحقيق.
انا صراحة اتساءل، العائلة نتاع النقيب بوعشرين وابناء النقيب بوعشرين رحمة الله عليه، واش كيسمعوا لهادشي اللي كيروج؟ واش ما واش ما باغينش يجبدوا جرح؟ واش كيقول صافي كل واحد يخلصوا الله، يعني صافي اللي عطا الله عطاه؟ والله اعلم. انا شخصيا نسمع شي حاجه بالاب، شي واحد من العائله او شخص معروف وهناك شبهه، نمشي نعلم، نمشي نطالب، على الاقل نتحرك. وربما ان عائله النقيب كتحرك، وربما تاكدت ان المصدر الوفاه عاديه جدا، وربما ولكن احنا ما عارفينش. ان نورمالمون نوض اشاعه او ينوض شي تصريح خطير، على الاقل يكون شي بلاغ، شي خرجه اعلاميه، شي تصريح، نفي، او حتى هما ربما عندهم غموض او ما باغينش يفتحوا الجرح. المهم حريه. لان النقيب بوعشرين يعني كان معروف وعنده خرجات، وانسان مستميت، وانسان يعني اللي كنقولوا حنا راسو قاصح ولا يتنازل ولا يتساهل. والسيد كان عاطي قلبه مع دنيا باطمة. السؤال شنو هاد السر، شنو هاد الجمال، شنو هاد المبادئ، شنو هاد القيم اللي جابت دنيا باطمة باش ينوض واحد نقيب العرب يضحي بالمسيرة نتاعو كاملة من اجل هاد السيدة هادي؟ كاع هاد الكارير خسرو، قرر يواجه واحد 80 حتى 90% من المغاربة اللي ضد دنيا باطمة، وعندهم علاش كيكرهوها. يعني السيدة لا أدب لا احترام لا كاريزما لا شخصية لا السيدة كانت السب والشتم والتشهير. لذلك أنا كنت أتساءل، أو منطقيا إنسان يتساءل، نقيب بوعشرين اللي عانى من التشهير وعانى من السب والقذف، هذا الرجل لا يمكن أنه غدا فعل وحده والعالم عارفة بأنها مشهيرة، والعالم والناس نتاع الحي ديالها اللي نورمال خصو يدافعوا عليها تيخرجوا تيقول لك حنا كنا عارفين أن حساب حمزة مومبي الدنيا باطمة. إذا ما كانت هي صاحبة الحساب يعني داخل على الأقل مشاركة أو مساهمة. ولكن نقيب من غيشوف الخبرة، عباد الله، خبرة كتعرفوا ان ملي كيكون محامي كبير ومعروف راه ما كيشدش اي قضيه، كتولي قضايا اخرى، كيولي كيشوف السمعه نتاعو، لان السمعه نتاعو الوجه ديالو هو كل شيء، ما كيبغيش يضحي بوجهه. دابا من ناقب بوعشرين غيقرا الملف وغيلقى خبره تقنيه من طرف الفرقه الوطنيه تؤكد تواصل دنيا باطمة مع مسير حمزة مومبيبي، وعاطية صورة ومعلومات عن زوج مغنية أخرى. هذا يعتبر دليل ملموس، لأن هذا الدليل تلقى في التليفون ديالها الشخصي، الهاتف الشخصي داروا عليه خبرة، يعني ثبت. أمي كنتكلموا على خبرة تقنية، يعني كنتكلموا على أنها ضبطت متلبسة، أن الدليل لقاوه في الهاتف الشخصي، راه ماشي غير جابوا فلان قالت، لا، راه كاين هاتف، كاين خبرة على الهاتف. يعني الدليل بحال شي واحد كتشدو متلبس عنده كيلو ديال الحشيش في جيبو، وهي نفس القضية. دنيا باطمة متلبسة، والقاضي قال على أن هي اللي كانت كتمنح أسماء ديال مغنيين أو شخصيات غيستهدفهم حمزة مومبيبي، غيبيراطي ليهم الحساب حمزة مومبيبي، الولوج، المشاركة في الولوج. أنا كنعطيك واحد الحساب
وتنقول لك عافاك هاكر لي هذا الحساب، ضرب لي هذا اسم المغنيه، اخترق لي الحساب الانستغرام وديه، انا اشارك، وبالتالي وين انا اشارك يعني انا داخل في الجريمه. اي صحيح انا وهنا علاش حتى القاضي ملي دار التعليل قال ان المشارك ما بيحتاجش شي دليل مادي، تزيد راه مشارك، واللي تيشارك راه بحال اللي ولو بنسبه اقل، ولكن حتى هو داخل في الافير، حتى هو داخل في الجريمه. دونك مي غيجي دابا محامي كبير، دابا شوف هنا غيبان علاش وجبت الثغرات بالضبط، علاش مشى للثغرات، علاش ما مشيش يدرس التناقضات اللي كاينه في الملف. مثلا فلان قال، الاخرى قالت لا، الاخرى لا، هكا لا 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 لا، ما مشيش تيناقص، مشي تيناقص فقط الثغرات، تيقلب على تقبه في الملف فين يدخل لها. يعني السيد كان متاكد ان الاخرى مدانه بالادله، مدانه بالادله القويه. ملي كنقول لكم ثغره اخواني غير باش تفهموا، انا نعطيكم باش تفهموا معنى ثغره. مثلا تم اعتقال شخص اجنبي فرنسي لا يجيد العربيه، غينوضوا غيستمعوا ليه البوليس مزيان، سؤال سين عين سين عين، سؤال جواب سؤال جواب ديال المتهم، قدموا الملف. غينوض المحامي ديال هذا الفرنسي غيقول ليه احنا كنطعنوا في هذه المحاضر، علاش؟ اولا المواطن ديالي فرنسي لا يفقه اللغه العربيه، اذا كيفاش هذا كان كيجاوب هاد الناس؟ اذا كيفاش؟ خاص مترجم. وراه شحال القضيه ضربت في هذه القضيه هذه كنعطيكم، دونك خاص مترجم. فين هو المترجم هنا؟ فهمتوا؟ بحال هذا يعتبر خرق، لان اي واحد لا يتكلم او لا يجيد اللغه العربيه ولا بد خصو يكون معه مترجم باش يحروا ليه محضر. هادشي خصكم تعرفوه، كاينين في البوليس اي شخص اجنبي خصو يكون معه مترجم. الا ما ذكرش مترجم المحامي ممكن يطعن في دوك المحاضر. هادشي اللي كان كيقلب على بو20، ماشي تيقلب على السيد بالي، لا لا كتحترم، غنشوف واش القوانين والفصول طبقت في الاستماع لدنيا باطمه او لشي طرف تما باش يتم باش يضرب دوك المصداقيه ديال دوك المحاضر، باش يضرب المصداقيه ديال المحاضر. وهذوك المحاضر ما يوليش القضاء يعتد بهم، لان كتعرفوا على ان محاضر اللي كيحرضوا الذين يحررونها، اللي كيحروها، اللي كينجزوها الشرطه القضائيه يعتد بمضمونها. يعني القاضي في الحكم ممكن يعتد بها في التعليل، ولكن في الجنايات يستأنس بها فقط. ما معنى يستأنس بها؟ لا يعتد بها في المحاضر، لأن القاضي ملزم بالتعليل. أنا غير علاش حكمت على دنيا باطمة، ماشي حكمت عليها بسنة غير هكاك لا لا اجي شنو دارت، شنو دارت، وشنو كاين، وهذا يعني والفصل اش تيقول تيفصل. راه المحضر ديال التعليل راه كبير تاع القاضي باش توصل هذه القناعة، تعطي المبررات نتاعو حتى توصل هذه القناعة الوجدانية التي خلصت إليه بإدانة باطمة. والقاضي يحكم وفق صميمه الوجداني، داكشي اللي تيقول ليه القلب ديالو، ما كيتصنت وكيشوف الأدلة وكذا وكذا وكيقتنع عاد كيحكم، وعنده السلطة الكاملة والقانون المسطرة أعطيه هاد الشيء. دونك إخواني، هاد ملي خرجت خينا بتصريح والقضية فيها تسمم، سمو البشير كيقول السحور والشعوذة والجاج، هو كيقول تعينت. دونك القضية راه أكبر مما نتوقع، القضية أكبر مما نتوقع. دونك دنيا باطمة هو عبارة عن كلينكس، هي فقط عبارة عن واحد الكلينكس تستعمل وكفى. دونك نقيب بو20 واش تعرض لشي عملية، واش تعرض لشي تسموم؟ هذا راه سؤال خطير. هاد إذا عرفنا السبب، في حالة احنا نتمنى ما يكونش هادشي صحيح، راه غادي نمشيو شي رؤوس ربما لا يعلمها إلا الله، غندخلو في شي متاهة، غندخلو في شي أمور
لا يعلمها إلا الله. هذا من جهة. من جهة أخرى إخواني أخواتي غنمشيو للقضية ديال الزوج ريم فكري فرس رضا المافيوزي رحمة الله عليه. اليوم خرج لنا الأخ الهيثم. هذا هيثم هو شقيق ريم، غير شقيق، يعني شقيق الأخ الغير شقيق، ربما شقيقها إما من جهة الأب أو من جهة الأم، يعني الأب مزوج جوج نساء أو الأم تزوجات جوج رجال. الأم ديالها هي العقل المدبر حسب التلميحات ديال العائلة نتاع الزوج. قالوا بأن السيدة باترونة نتاع السحر وديال الشعوذة. مزيان. نمشيو للشقيق. قال وصرح وأكد في اتصال هاتفي مع موقع شوف تيفي أن السيد كان كيجيب فتيات ويفتح لهم مشاريع، وغالبا كيفتح لهم إما صالونات حلاقة كيجهزو مزيان داك الصالون باش كيولي يكساوي الثمن، ومن داك البروجي كيجيب فلوس مخدرات كيحطها تما، وفي الاخير اش تيدير؟ تيبيع داك البروجي، كيبيع المشروع وكيشد فلوس نتاعو. عاوتاني جيب واحد البنت اخرى فتح لها شي سونتر دابيل، فتح لها شي لوكاسيون تاع السيارات، فتح لها شي كذا وكذا، وفي الاخر صافي كيتعتقل. المجرم الرئيسي القاتل كانت عنده، هو اصلا كان مقاول وكان رجل اعمال، دونك عارفين لانه باش يبيض الاموال خصو يدخل في هذا المجال، اما مقاول رجل اعمال باش يعطي مبرر الاموال كيفاش كيكسبها. السيد كان عنده ربما لوكاسيون. هاد لوكاسيون هذا اللي قالت الام ديال الضحيه بانه كيسالي 65 مليون، ربما هاد اللوكاسيون غير في الواجهه، غير محطوط. وتنعرفوا ان البارونات نتاع المخدرات كيمشيو للدومين ديال اللوكاسيون تاع السيارات، ديال كراء السيارات، وهذا الشيء موجود خاصة في مراكش. ما كان غير أصحاب البيضة مونامور وأصحاب الدعارة حشكم والقوادة تيمشيو كيفتح يعني واحد الكراج كبير ديال السيارات الفاخرة للكراء. لاحظوا، هم الفيراري، هم الفانا، هم الكذا. فمن أين لكم هذا؟ هي وسيلة من أجل التغطية على على الأموال المشبوهة. هذه الطريقة اللي كتمشي. هذا الرجل مافيوزي. كيف يعقل ذاك الأب؟ كيف يعقل الأخت؟ زعما ما كانوش عارفين خوهم مافيوزي؟ على ديك الزوجة اللي كان مزوجها في الأول سميوها طانية، هذه اللي كتب لها الصالون في البداية هي كانت داخلة فيه، واشترى لابارتومون وكتب لها بالسمية تاعها، وخرج الأب تيقول أن ولدي مسكين ما عنده والو، هذيك لابارتومون راه شراتها طانية، وهاد طانية خافت عليه لا يتشرد وعطاتو الشقة. الله، أواه، هادي طلقها، زائد في أقل من أشهر مشى ارتبط مع واحدة أخرى، والسيد كيقول أنه كتموت على هذا المرحوم الله رحمة الله عليه، وتعطيه شقة، وشقة مستوية ما عرفتش 100 ولا 200 مليون. شقة غالية. إذن إخواني أخواتي تيبان بالملموس أن حتى الريم خص يتفتح معها تحقيق. نزيدكم التحقيقات راه مازال ما سالاتش اليوم، التحقيقات مازال ما سالاتش، لأنه مازال كي يطمعوا على أمل يلقاو الجثة، ومازال غيديروا تحقيقات مع المتهمين.
لأن المتهمين تيقولوا حنا عذبناه قتلناه، ولكن ماشي حنا اللي تخلصنا من الجثة. دونك واش دوك الأفارقة اللي هربوا ورجعوا بعد ما ارتكبوا الجريمة هما اللي نفذوها وهربوا؟ ثاني حاجة، شكون هما الأسماء ديال هاد القتلة المأجورين؟ ثالث حاجة، المغرب سهل يجبدهم في المطار، شنو الهوية باش داخلين، وفوقاش دخلوا وفوقاش خرجوا وفوقاش هربوا، يعني سهل يتجبد الأسماء نتاعهم. إذن إخواني أخواتي، إلى هنا، دمتم في رعاية الله، شكرا لكم، ولنا عودة.